بيبتدي المسلسل الجديد العبقري وبيحكي عن قصة شاب أبوه سابه من وهو صغير وهرب مع واحدة وسرق دهب مراته ومشي وبيسيب أطفاله من غير أي حد يكون مسؤول عنه وبيكون عنده ولد من ولاده والولد دوت بيكون عبقري جدا وبيكون شاطر في مادة الرياضيات والجامعة بتكون عاملة حل مسابقة والمسابقة بتكون صعبة جدا واللي هيحل المسابقة هياخد $1,000,000 ويسافر ويشتغل في جامعة بره خارج البلد ودي بتكون فرصة كويسة لأي شاب بيبتدي حياته وبيجي يوم المسابقة وبيكون ديفران واقف ومش عايز يكتب أي حاجة بيكون ظاهر إن هو مستني حد بس الكلام دوت بيوتر اللجنة كل اللي موجودين بيبقوا متضايقين منه هو أنت ليه مش عايز تحل وأهله بيكونوا موجودين في القاعة وبيكونوا مستغربين منه وفي اللجنة بيكونوا مفكرين إن هو مش عارف يحل أو إن هو مجرد بسيط وخلاص وإن هو مش عارف يحل ولا أي حاجة بس كل الكلام ده ما بيفرقش معاه وبيفضل برضه واقف مستني لحد ما بتيجي البنت اللي هو واقف مستنيها وبيبتدي حل المسابقة لأنه كان هو متفق معاها إن هو مش هيبتدي غير لما تكون هي موجودة وفعلا بتيجي وبتيجي بسرعة جدا عشان خاطر تلحقه وبيبتدي يحل المسألة وبسرعة جدا وبينبهر كل اللي في اللجنة وبيسقفوا له وبيكسب المسابقة والكل كان بيبقى مبهور بيه وبيبص على البنت بس بيلاقيها مشت والبنت دي بتكون حبيبته في الحارة وبعد ما ديفران بيكسب المسابقة الصحافة بتيجي وبتعمل معاه لقاء وبيكونوا مبهورين جدا بذكائه وهو بالنسبة لهم ان ذكائه خارق وبيسألوه وبيقولوا له انت امتى اكتشفت ان انت ذكي بالشكل دوت ومين اللي اكتشفك اول واحد بيرد عليهم وبيقول لهم بابا هو اول واحد اكتشفني وبيسرح وبيفتكر باباه يوم ما اكتشف اول مرة ان هو ذكي وان هو في صالة القمار وكان بيغششه الورق اللي ممكن يكسب بيه وكان ساعتها باباه منبهر بيه جدا وكان بيقرب منه وديفران كان متعلق بيه جدا وكان بيحبه وبترجع تاني الصحافة تسأله طب باباك عرف يستثمر ذكائك ازاي انك توصل للمرحلة دي وديفران بيرد عليهم وبيقول لهم بابا اكيد كان بيجيب لي كتب كتير عشان خاطر اطور من نفسي وبيسرح تاني وبيفتكر باباه لما كان بيستغل ذكائه وتأكد قد ايه ان ابنه ذكي وعبقري وكان بيبقى في صالة سيرك وبيخليهم يعرضوا عليه مسائل صعبة جدا على طفل في سنه ان هو يحلها وكان ديفران كان بيحلها بمنتهى السهولة واهالي الاطفال التانية كانوا بينبهروا بذكاء ديفران وقد ايه ان هو ذكي وعبقري واستغل باباه الموقف وقال لهم ابني ذكي جدا عشان خاطر بيقرا في الكتب ديت وبيبيع لهم الكتب بفلوس غالية جدا الناس بيشتروها على امل منهم ان اولادهم يكونوا زي ديفران وبنرجع تاني للصحافة وبيقولوا له طب ممكن ان احنا نشوف باباك نعمل معاه لقاء او نتصور معاه وديفران بيقول لهم بابا للاسف مش موجود لانه مسافر بره بيشتغل خارج البلد واحتمال كبير ان هو ما يرجعش البلد دي تاني وبيرجع تاني يفتكر باباه لما كان بيهرب هو والست اللي كان بيحبها وسرق دهب مامته ومشي وديفران حاول يجري ورا باباه بالعربية وينادي عليه بس باباه ما كانش بيرد عليه ولا كان بيسمع لدرجة ان هو مسك في العربية من ورا بس باباه برضه ما كانش فيه فايدة وسابه ومشي وفي الوقت دوت امه كانت واقفة مع جدته ام باباه اللي سابها هي كمان برضه ما سألش فيها ومامته جات لها ساعة الولادة وولدت طفلين ولد وبنت وبنرجع تاني لديفران بعد ما خلاص تعب من كتر الأسئلة اللي الصحافة بتسألها له واستأذنهم ان هو يمشي ورجع الحارة وبيروح لواحد صاحبه في المحل بتاعه وبيسأله على حبيبته فبيقول له انا ما شفتهاش النهارده بس متهيألي ان هي جاي لها عريس لانهم جم اخدوا حلويات من عندي وبيتضايق ديفران هي كل يوم والتاني يجي لها عريس وبيمشي وهو متضايق وبيروح لصوفي وصوفي ده بيكون صاحبه جدا ومدرس تاريخ وعلى طول ياخد من عنده كتب يطور من نفسه فيها نروح لاسكندر والد ديفران وبيكون عامل مؤتمر كبير بيبيع فيه اللوحات الشمسيه وبيبين للناس قد ايه ان هو رجل اعمال كبير ودايما يشتغل في المشاريع الناجحه وبيعرفهم قد ايه ان اللوحات الشمسيه هي المستقبل والمفروض كل مكان ما يقدرش ان هو يستغنى عنها وبيكونوا مبسوطين جدا في المؤتمر بس في الحقيقه ده بيكون فخ كبير بيكون عامله علشان خاطر يعمل نصبايا جديده على الناس وبيطلع من المؤتمر وبيقابل شخص اسمه حاكم وحاكم دوت بيكون رجل أعمال كبير بس أفلس وبيكون يشتغل مع اسكندر علشان خاطر عشان يعوض كل الخسارة اللي هو خسرها وعلشان خاطر كمان اسكندر شغال في غسيل الأموال وهيعرف ينظف فلوسه بكل سهولة من غير ما حد يشك فيه بس حاكم ما بيكونش واثق في اسكندر خالص وعارف إن هو نصاب وبيكون في عملية تهريب ألماس والعملية بتكون كبيرة والألماس كله بيكون موجود في شركة حاكم وحاكم بيرفض إن هو يدخل اسكندر في العملية الجديدة وده بيستفز اسكندر وبيكون متضايق ازاي انت مش هتدخلني في العملية الجديدة جامدة وانا المفروض ان انا اخش فيها بس حاكم بيرفض وبيقول له لا انا مش هدخلك انت ممكن تعمل اي حاجه وتاخد مني الالماس واسكندر بيقول انا مش هعمل حاجه ما تقلقش بس حاكم بيكون مصمم على رايه وده بيستفز اسكندر وبيمشي وبيشتكي لمراته من الكلام اللي قاله له حاكم وبيكون متضايق خالص بس مراته بتقول له انت ذكي وهتعرف ازاي تحل المشكله بمنتهى السهوله وما تقلقش هتعرف تاخد منه الالماس ازاي واسكندر بيفكر ان هو يعرف ياخد منه حقه ازاي بعد الاهانه اللي هو سببها له بيتصل بالشرطه وبيبلغهم ان حاكم شغال في غسيل الاموال ودي بتكون الخطه اللي وضعها
اسكندر علشان خاطر يأدب حاكم وفي نفس الوقت يعرف يسرق منه الألماس. ونروح لديفران وهو قاعد مع عيلته وبيكونوا مبسوطين وقاعدين بيحتفلوا بيه عشان خاطر كسب المسابقة وإن هو هيسافر بره وهيشتغل ويشوف مستقبله، وبيكونوا كلهم فرحانين. وتليفون أخوه الصغير بيكون بايظ وبيشتغل لوحده، وبيشتغل على الفيديو بتاع باباه لما كان في المؤتمر وبيتكلم عن الطاقة الشمسية، وبيبقوا كلهم متضايقين إن هم سمعوا صوته. وديفران بيكلم أخوه بيقول له أنت ليه متابع أخبار الراجل ده وحش مش كويس وسابنا من واحنا صغيرين وما سألش فينا، انت ليه جاي تتابع اخباره دلوقتي بعد كل اللي عمله فينا؟ واخوه الصغير بيرد عليه وبيقول له انا بتابع اخباره علشان خاطر احنا ظروفنا مش كويسه، انا تليفوني بايظ ومحتاج حاجات كتير والجزمه بتاعتي مش حلوه ومقطوعه، ويبقى حرام ان بابا يكون معاه الفلوس دي كلها واحنا ما عندناش اي حاجه. وديفران بيقول له احنا مش محتاجين منه حاجه، وغير كده هو انا مش عايزك فلوس الصبح علشان خاطر تصلح التليفون؟ واخته الصغيره تتدخل في الكلام وتقول له لا، هو ما صلحش التليفون، هو جاب بيها حاجة كده يعني. وبيفهم ديفران ان هو جاب بالفلوس حاجة البنت هو بيحبها، وبيفضل يغلس عليه لحد ما بيشوف الهدية وبيمسك الهدية بس بتتقطع منه وبيزعل خالص اخوه، وبيكون متأثر خالص ان هو قطع السلسلة اللي هو كان جايبها بكل الفلوس اللي معاه، وبيخش الأوضة وبيقفل على نفسه. ونروح لحبيبة ديفران، بيكون في ضيوف عندهم في البيت فبتقدم لهم القهوة، ولما بتلاقيهم بيتكلموا ان هم عايزين يخطبوها بتقول لهم طيب ماشي انا موافقة، بس انت هتعرف تربي ابن غير ابنك عشان انا حامل دلوقتي. وكلهم بيكونوا مصدومين، حامل ايه بنت المجنونه دي، حامل امتى دي؟ وامها بتقول له كذب والله دي مجنونه، دي بتتكلم كلام متخلف، كل ده عشان تطفش اي عريس بيجي لها. بس الناس ما بيكونوش مصدقين وابوها بيكون عايز يقوم يضربها، بس هي بتجري وبتنزل جري وبتقابل ديفران وديفران بياخدها وراه على الموتوسيكل وبيجري، وهي بتقول له انا مش عارفه لحد امتى هفضل اطفش في العرسان كده، بابا عمره ما هيوافق على جوازي منك، واي عريس بيجي لي غني بيبقى عايز يوافق عليه. وديفران بيكلمها وهو بيقرب منها وبيقول لها انت لو كنتي صبرتي لاخر المسابقه كنت هتعرفي ان انا كسبت $1,000,000 وهطلع اشتغل بره البلد وهاخدك معايا، كده تبقى مشاكلنا كلها اتحلت ونروح هناك ونتجوز. في الاول هي ما بتكونش مقتنعه بفكره الهرب، بس لما بيقول لها ان ابوكي مهما عملت عمره ما هيوافق على جوازي منك، انت عارفه كويس ان بابا نصب عليه قبل كده، وغير كده انا كسر له رجليه لما جه يضربك وضربك جامد وكسر لك ايديكي، فهو عمره ما هيسامحني على كل ده. وبتقتنع بكلامه وبتقرر انها تهرب معاه. وتاني يوم اخوه الصغير بيصحى على نور الشمس ضارب في عينيه وبيكون مستغرب، بس بيشوف ان اخوه جايب له الهديه بدل اللي اتقطعت، وبيفرح وبيتحمس ان هو يروح يقدم الهديه للبنت اللي هو حبها ويعترف لها بحبه. وفي المدرسه بيكون خجلان ان هو يروح، بس اخته بتشجعه، وبعد تشجيع كتير من اخته بينادي عليها وبيقدم لها الهديه، بس البنت بتكون مبهوره بفكره البراندات والحاجات اللي ماركات عاليه واصليه سينيه والحاجات اللي هي الجامده دي، وما بتعترفش بهديه وبتشوفها ان هديه حقيره، وبتقول له بدل ما كنت تعبت نفسك قوي كده كنت جبت لنفسك اي حاجه، جزمه جديده او حتى صلحت تليفونك المكسور ده، انا واخده بالي منك من زمان بس مش انت الستايل اللي انا بحبه، انت بالنسبه لي مجرد زميل اكلمه اساله على حاجه بس ما توصلش ان انا اعجب بيك واحبك. والكلام ده حرفيا بيدمره نفسيا وبيزعله جامد. واخته بتجيله وبتحاول تراضيه وبيقول لها عندها حق، كلامها كله صح، يبقى غني جدا وعايش متبهدل ومحروم من خيره، انا حتى ما عنديش تليفون كويس ولا جزمه حتى، اتريقت على كل حاجه فيا، انا لازم اروح لبابا واتكلم معاه، مش لازم اسيب نفسي كده، واحده زي دي تكلمني بالطريقه ديت، لازم تعرف انا ابن مين. وفي مشهد تاني بيظهر شاب بيكون رايح لحكيمه عشان خاطر عاوز يستثمر فلوسه في الطاقه الشمسيه. الشاب بيبان عليه ان هو طيب وبزنس مان كده وحاجه كده كيوت خالص، بس في نفس الوقت بتيجي الشرطه بعد البلاغ اللي قدمه اسكندر في حكيم ان الشركه شغاله في غسيل الاموال، تيجي الشرطه وبتفتش كل مكان والموظفين بيكونوا متوترين والمكان بيكون كله فوضى، والشاب الطيب الغلبان ابو نضاره دوت بينزل بسرعه تحت ويروح في مكان ورا الشركه، وبيكون في الشنطه اللي معاه بيكون لبس شرطه وبيغير هدوم بتتحول شخصيته تماما، وبيروح يكلم الحرس اللي موجودين قدام اوضه بيبان ان هي مخزن، وبيكلمهم وبيقول لهم ان هو شرطي ويمشوا من هنا بسرعه عشان في تفتيش دلوقتي، وبيخافوا الحرس وبيمشوا بسرعه وبيخش المخزن وبيفتح وبتكون خزنه وبيكون فيها الالماس، وبياخد الالماس بمنتهى السهوله وبيحطها في الشنطه وبيطلع وبيغير هدومه وبيتقمص الشخصيه اللي هو كان لابسها وبيمشي، ولا اسهل من هيك. وفي الطريق بيقلب الجاكيت بتاعه وبيحوله لاحمر، جاكيت كده اللي هو الجميل دوت اللي هو على وشين ده، الحاجات الغاليه دي، وبينعكس شعره وبيقابل اسكندر، والمفاجاه بقى ان هو بيكون ابنه جسور وبيسلمه الالماظ اللي هو سرقه، واسكندر بيقول له برافو عليك ابني حبيبي، عرفت تسرقهم بمنتهى السهوله، بس قول لي بقى انت مش محوش حاجه هيك كده ولا كده ولا اي حاجه؟ وبيقول له عيب عليك يا بابا، هو انا عمري سرقتك؟ قال له كتير بصراحه. قال له طيب خلاص يعني، بس انا المره دي بصراحه انا ما سرقتكش. واسكندر بيقول له هحاول اصدقك. بينزل جسور من العربيه وبيبان ان في ايديه في الماس، وبيشوفه اسكندر وبيقول كنت عارف ان انت ابن كلب حرامي زي ابوه. بيروح البيت وبيكون فخور جدا باللي هو عمله، وبيقابل ايسل وبيجي
وبيكون عايز يحكي لها، بس هي بتقول له حاكم جوه وشكله عرف ان الالماظ اتسرق وشكله مش ناوي على خير ابدا. واسكندر بيدخل له وهو متوتر، وحاكم بيقول له تصدق ان الالماظ اتسرق من عندي؟ في حد بلغ الشرطه بقى لما جم فتشوا الخزنه ما لقوش الالماظ، فكده في خطه اتعملت واتسرق مني الالماظ. اسكندر بيقول له يا نهار ابيض، الالماظ اتسرق منك؟ طب مين اللي سرقه؟ عرفت مين؟ قال له عرفت، انت اللي سرقته. وحاكم بيشد ايد اسكندر وبيدب فيها السكينه وبيقول له الالماظ بتاعي لو ما جاش انا هخلص على عيلتك واحد واحد قدام عينك. وبيكون مرعوب اسكندر، وفي نفس الوقت جسور وامه بيكونوا شايفينه من الشباك وبيكونوا برضه مرعوبين وخايفين ان هو ممكن يعمل اي حاجه لان حاكم مجنون وممكن فعلا يقتلهم. وجسور بيكلم امه وبيقول لها خلي بالك اسكندر لو ما اعترفش ان هو اللي سرق الالماظ هيقتله عادي، فالافضل ان هو يرجعه له وما ينكرش ان هو اللي سرقه، لان حاكم من الناس اللي ما بتعرفش تاخد حقها غير بالدم، وما بيقتلش الشخص نفسه اللي اذاه، بيقتل اقرب حد ليه، واكيد اقرب حد هو انا، مش هيسيبني غير لما يخلص مني، فلازم تتصرف. وبتخاف اسيل على ابنها لا ممكن يقتله بصحيح، الناس دي ما بتهزر. ونرجع تاني لاسكندر وحاكم ماسك ايد اسكندر وبيحط عليها ملح. انا عارف ومتاكد ان انت اللي سرقت الالماس، ومش مشكله معايا ان انت اللي سرقت، انا المشكله معايا ان انت ترجعهم لي فلوس، ومش عايز الالماس، انا عاوزهم فلوس، وقدامك 3 ايام ترجع لي الفلوس وفوق منهم الارباح، وتسلم لي الفلوس مع ابنك. عارف يعني ايه ابنك؟ يعني ما تسلملوش من اي حد من رجالتك. وبيكون حاكم مصمم ان هو يسلم الفلوس مع ابنه لانه عارف حركات اسكندر وعارف ان هو ممكن يغدر بيه في اي وقت، فعشان كده طلب ان هو يسلم الفلوس مع ابنه علشان خاطر ما يعرفش يغدر بيه، ولو هو غدر بيه ممكن يقتل ابنه في اي وقت، وبالشكل دوت هيخاف اسكندر ومش هيغدر بيه. وبيمشي حاكم وهو مدي اسكندر فرصه 3 ايام بس، وبتكلمه ايسل وبتقول له هتعمل ايه دلوقتي؟ انت كده لازم ترجع له الفلوس في اقرب وقت، حاكم مش هيسيبنا، مش هنعرف نهرب نروح في اي حته. اسكندر بيقول لها انا لقيت الحل، انا هطبع فلوس مزوره وهبعت جسور يسلمها، وهو مش هيعرف ان الفلوس مزوره، واول ما يرجع ناخد بعضنا ونهرب بره البلد ومحدش هيعرف طريقنا. بس الكلام ده ما بيعجبش جسور وبيقول له ما تدخلنيش انا في الموضوع، انت عايزني انا اسلم له انا الفلوس وممكن يقتلني في اي وقت؟ ده مجنون وممكن يضرب الرصاص عليا عادي. لا انا مش هروح، ومش لازم تدخلني، دخل اي حد تاني وقول ان هو ابنك او اعمل اي حوار، اما انا ما تدخلنيش وانا ماشي. قال له انت هتسيبني وتهرب؟ قال له ههرب، امال اقعد عشان يقتلوني في اي وقت؟ وبيسيبهم وبيمشي. نزل بتكلم اسكندر وبتقول له يا اسكندر انت ذكي واذكى من حاكم بكتير واكيد هتلاقي الحل، اما ما تدخلش جسور ده ابني وما ينفعش ان انت تفرط فيه بسهوله كده، شوف لك حل تاني بس بعيد عن ابني ماشي يا بابا. واسكندر فعلا مش عارف يعمل ايه، وحاكم مش هيرتاح غير لما ابعت حد من عيالي. وفي نفس الوقت بيخبط الباب، واسكندر بيفتح الباب وبيلاقي شاب صغير وبيقول له انت مين وعايز ايه؟ قال له انا بوران ابنك الصغير. وبيفرح اسكندر قوي اول ما بيشوفه، مش عشان خاطر لقى ابنه لا سمح الله، لا عشان خاطر جه في الوقت المناسب، وانا فعلا محتاجك، وده انسب وقت ان انا محتاجك فيه ان انت تروح تسلم الفلوس. وبياخده بالحضن وبيدخله وبيقول له اخيرا شفتك، انت كنت وحشني قوي وكبرت وما شاء الله بقيت جميل، انا عارف ان انا سبتك وانت صغير بس انا ما نسيتكمش، انا كنت براقبكم من بعيد وكنت بطمن عليك. وبوران بيقول له بس انت صغير وانا صغير، انت سبتني قبل ما اتولد اصلا، ما شفتنيش ولا انا ولا اختي. واسكندر بيتحرج وبيحاول يغير الموضوع وبيقول له وانت عامل ايه واخبارك ايه وكلام من كده يعني. وفجأة التليفون بتاع بوران بيرن وبيكون شكله ان هو بايظ ومهلوك جدا، وحتى لما بيبص على هدومه بيلاقيها ان هي بايظه خالص وجزمته مش حلوه. واسكندر بيقول له انا هجيب لك كل اللي نفسك فيه واي حاجه انت محتاجها انا هجيبها لك. ويحس بوران قد ايه ان هو طيب مش زي ما هما بيحكوا له عليه، وبيكون مبسوط جدا ان هو قابل باباه. واسكندر بياخده وبيتغدوا بره وبيحاول ان هو يطمعه وبيجيب له كل اللي بيحلم بيه زي الجزمه والموبايل واي حاجه هو بيفكر فيها، وبيعرفه قد ايه ان هو معاه فلوس كتير وهيغرق فيها واي حاجه بيحلم بيها هتكون عنده. وكل اللي بيعمله اسكندر بيخلي بوران يثق فيه اكتر ويعرف قد ايه ان هو بيحبه وان هم قد ايه ان هم ظالمين وجايين عليه خالص، وان هو فعلا كان بعيد عنهم لانه كان محروج منهم ان هو يجي لهم وما كانش عارف يجي لهم ازاي. وبوران بياخد الحاجه وهو فرحان بيها وبيخبيها تحت السرير وما بيخليش حد يشوفها، وهو خارج بيخلي الكوتش القديم جوه الشنطه وبيخرج بالكوتش الجديد عشان ما حدش يعرف ان هو راح لباباه ويعملوا معاه مشكله. بس ديفران وهو بيكون طالع عشان خاطر بيجهز اوراق للسفر بيشوف هو بيغير الكوتشي وبيستغرب انت جبته منين وجبت فلوس منين. وبوران بيخش البيت بسرعه بس ديفران بيدخل وراه وبيستجوبه، بس بوران ما بيكونش عايز يعرفه ان هو قابل باباه. بس ديفران ما بيكونش مستريح لكلام بوران، بيكون حاسس ان هو بيكذب عليه وبيفتش الاوضه عشان يعرف ايه اللي موجود فيها ويعرف ايه الحاجات اللي معاه دي وجابها منين. وبيفضل يفتش لحد ما بيشوف تحت السرير حاجات كتير قوي كلها جديده وماركات وحاجات غاليه، وديفران بينفعل عليه عشان خاطر يعرف هو جاب الحاجه دي منين، لحد ما بوران قال له ان الحاجات دي انا خدتها من بابا، انا رحت له ولقيته انسان كويس وبيحبني وجاب لي الحاجات دي كلها، وان انا كنت وحش وهو
وهو كان مستنيني إن أنا أزوره من زمان، أنت ليه عايز تبعدني عنه؟ وديفران بيتعصب عليه وبيقول له: الشخص ده لو كويس كان وقف جنبنا من زمان، كان سأل علينا. قال له: هو كان بيسأل علينا بس من بعيد. قال له: ده إنسان كذاب، بيعرف يكذب عليك وعرف يلف دماغك، ابعد عنه، ده شخص مش كويس، وأنت لو احتجت أي حاجة أنا هاجيبها لك، بس ما تروحلهوش، ده ممكن يأذيك أو يضرك. وبران لما بيلاقي أخوه منفعل عليه جامد بيضطر يقول له: خلاص أنا مش هاروح له تاني، وبيوعده، بس من جواه ما بيكونش راضي بالقرار اللي هو أخده. وديفران بياخد كل الحاجة اللي اسكندر جابها وبيرميها قدام الباب بتاعه، وبيكتب على الباب بتاعه بالخط العريض: ابعد عن بران وما تقربش منه، خد حاجتك واحنا مش عايزين منك اي حاجة. وبران بيمشي وهو راكب العربية، وفي نفس الوقت بيجي اسكندر، بس اسكندر ما بيعرفوش وبيتصدم من الكلام اللي مكتوب على الباب. ايه ده؟ معقولة؟ طب وبعدين أنا هاعمل إيه؟ أنا طبعت الفلوس خلاص، لازم حد من عيالي يروح يسلمها، أنا كده ممكن أتقتل في أي وقت أو يقتل جسور أو يقتل أي حد فينا، أنا هاعمل إيه؟ مبقاش عارف يتصرف ويعمل إيه. وبران بيطلع بره في مكان محدش يسمعه وهو بيكلم اسكندر وبيكلمه وبيقول له إن بران شاف الحاجة معايا وزعق لي وقال لي إن أنت ما بتحبنيش وإن أنت بتستغلني، بس أنا مش مصدق الكلام ده كله. اسكندر بيقول له: أنا هستغلك ليه؟ هو أنا عايز منك إيه يعني؟ قال له: ما أنا عارف إن أنت مش عايز تستغلني، بس أنا مش فاهم بران بيكرهك كده ليه؟ واسكندر بيقول له: يعني خلاص أنا مش هاشوفك تاني؟ قال له: لأ هتشوفني، أنا هاجي لك بكرة. قال له: بجد؟ هاستناك. وبيكون ده اليوم اللي هيسلم فيه الفلوس، وبيفرح اسكندر إن خلاص إن المشكلة اتحلت لوحدها. وبيقفل وبيكلم ايسل وبيقول لها: اخيرا خلاص المشكله اتحلت، والولد العبيط دوت هيجي يسلم الفلوس، وكده انا كنت ريحت دماغي ومفيش اي مشكله، بس انا مش هعرضه لاي مشكله، انا كل اللي انا هعمله ان انا هبلغ الشرطه عشان لو اكتشف ان الفلوس مزوره يقبضوا عليه الشرطه قبل ما يقتل الولد او يعمل له اي حاجه، يعني انا برضه حرام مش هعرضه للخطر، اخره بس ان هو هيتسجن مفيش اي مشكله. ونروح لحاكم ثبت جسور في الجراج وقال له: على فكره انا عارف ان انت اللي سرقت الالماس ودخلت المخازن واخدتهم من جوه، بس انا مش عايز اعمل لك اي حاجه ولا عايز اكلمك، انا كمان عارف ان انت ابنه، بس انا كل اللي طالبه منك حاجه واحده بس، عشان انت كمان ما تروحش في الرجلين بحكم ان انت ابنه وسرقتني، انا كل اللي طالبه منك ان ابوك لو فكر في اي مخطط تبلغني بيه، لو اكتشفت ان ابوك ناوي على غدر وانت ما قلتليش ساعتها هحاسبك. وبيخاف جسور وبيضطر ان هو يوعده ويقول له: لو انا عرفت اي حاجه بابا هيعملها انا هبلغك على طول. الواد ده ندل بصراحه، ندل يعني، تحس كده ان هو شبه بابا قوي يعني. ونروح لاسماء وهي بتجهز شنطتها علشان خاطر هتهرب مع ديفران، ومامتها بتشوفها وبتقول لها: خلي بالك لا يطلع زي ابوه، ده ساب مراته ومشي، ممكن يطلع زيه. قالت لها: لا احنا الاتنين بنحب بعض وانت عارفه كويس ان بابا مش هيوافق، ولو كان بابا هيوافق عليه كنت فضلت قاعده، وانا واثقه في ديفران ان هو عمره ما هيستغنى عني، واحنا هنسافر بره وهنتجوز وانا هكمل دراستي، فهحتاج ايه اكتر من كده؟ انا مش محتاجه غير ديفران وبس. وبتودع مامتها وبتمشي. وفي نفس الوقت ديفران بيكلم اخوه الصغير بران بيقول له: ما تزعلش مني، انا بس خايف عليك، وبيجيب له كوتشي جديد، يوعدني ان انت ما تروحش لابوك تاني، الراجل دوت صدقني مش كويس وهيأذيه. بران بيوعده ويقول له: انا مش هروح له، بس بران بيكون في دماغه ان هو هيروح له وبيتكلم معاه كده وخلاص، وبيطلع وبيسلم عليهم كلهم عشان خاطر خلاص مسافر، وبيودعوه وبيركب العربيه. واسماء بتتصل بيه وبتقول له ان انا مستنياك على اول الحاره عشان خاطر ما حدش يشوفني، وبيقول لها: خلاص انا سلمت على اهلي وراكب العربيه وجاي لك على طول. وفي نفس الوقت جيران اخته الصغيره بتخش تطمن على بران، لان قال لمامته ان هو هيخش يذاكر عشان خاطر عنده امتحان، بس هي عارفه ومتاكده ان مفيش امتحانات اليومين دول، فبتخش تطمن عليه بس ما بتلاقوش موجود، وبتلاقيه انه فاتح الشباك ونط منه وبتقلق عليه، وما بيكونش عندها اي حل غير انها تتصل بديفران وتبلغه ان هو نط من الشباك. وديفران بيتوقع ان هو راح لاسكندر وبيطلع يدور عليه، وفي الوقت ده فعلا بران بيكون عند اسكندر بيسلم عليه وبيقول له: وحشتني، معقوله كانوا عايزين يبعدوك عني وما يخلونيش اشوفك تاني؟ وبران بيقول له: هو ديفران زعلان منك، بس هو كويس وطيب وبيحبني وبيخاف عليا، هو اكيد بيبقى ليه وجهة نظر، بس مش قصده ان هو يبعدني عنك. اسكندر بيقول له: ما تحطش في دماغك، المهم انت عامل ايه؟ انت بس جيت لي في وقت متاخر خالص، وانا كان عندي تسليم شغل وكنت عايزه اسلم الفلوس عشان الحق اجيب البضاعه بتاعتي لمشروع الجديد بتاع الطاقه الشمسيه، اكيد انت عارفه، وكنت عاوز منك بس انك تروح تدي الفلوس للمستثمر عشان يلحق يجيب لنا المعدات اللي احنا محتاجينها عشان خاطر يبعت لي الشغل اللي انا محتاجه بكره. وبران بيفرح خالص ان قد ايه بابا واثق فيه ان هو يحمله مسؤوليه حاجه زي كده، وبيروح لحاكم اللي هو مفكره المستثمر، واول ما بيخش المكان بيخاف وبيكون مرعوب قوي، وايه الكلاب دي كلها وايه الحراسات دي وايه الناس دي شكلهم مخيف، وبيكون خايف قوي وبيكون فعلا هايب المكان وخايف منه، بس حاكم بيكون مبسوط ان اسكندر نفذ وعده وجاب له الفلوس وكمان بعتها مع ابنه، وبيقول له: خليك واقف شويه لحد ما الرجاله بتوعي يعدوا الفلوس وهتمشي على طول، بس هو بيكون عايز يمشي، بس هو بيقول له: لا اصبر شويه لحد ما يعدوا الفلوس. وبيضطر بران ان هو يستنى بس بيكون متوتر. في نفس الوقت جسور بيعرف من امه ان بران ده بيكون اخوه
الصغير، وهو اللي راح يسلم الفلوس والفلوس مزوره. بيطلع ندل جسور وبيتصل بحاكم وبيقول له الفلوس اللي جات لك دي فلوس مزوره، 10 دقايق والبوليس هيجي وهيقبض عليكم كلكم، وان اسكندر كذب عليه. قال له يعني هو كذب عليا في كل حاجه؟ قال له في كل حاجه ما عدا حاجه واحده بس، ان الولد اللي موجود ده بيكون ابنه الصغير. وبيتنرفز حاكم وبيروح يكلم بران وبيقول له تعرف ان ابوك طلع واطي قوي؟ قال له بابا مش واطي. بابا واطي ليه؟ تعرف ان هو ضحك عليك واعطاك الفلوس مزوره واستغلك؟ قال له بابا مش ممكن يعمل حاجه زي كده. قال له طيب خلاص اتصل بيه وشوف هيرد عليك ولا لا. وبيتصل برون بس بيلاقي ان التليفون مقفول، بيكون مستغرب خالص وبيقول له بابا مش ممكن يعمل حاجه زي كده. قال له لا عم. وحاكم بيقول له طب انت لو مش مصدقني بعت له رساله وقول له بابا الحقني انا في مشكله والفلوس طلعت مزوره. وبيخاف وبيقول له طيب خلاص هبعت له. وبيبعت له الرساله وبيخلي واحد من الرجاله ان هو يضرب عليه رصاص. بيكون مصدوم وبيقع من طوله ويكون مرمي على الارض. وبيطلب من الرجاله بتوع ان هم ينضفوا المكان ويشيلوا الفلوس دي بسرعه قبل ما البوليس يجي ويرموا الولد دوت في بيت اسكندر في الجنينه. وفي نفس الوقت اسكندر هرب من البيت من ورا من غير ما رجاله حاكم يشوفوه بالمركب اللي مراته جابته راح لسيليا وهو مبسوط وفرحان وبيقول لها ان خطته نجحت وشويه والشرطه هتيجي وهتقبض عليهم. وسيليا بتكون فرحانه وبتقول له طب اتصل بيه وشوفه عمل ايه. وبيفتح التليفون وبيلاقي رساله من ابنه الصغير وهو بيستنجد بيه الحقني يا بابا الناس مفكره ان الفلوس اللي انت باعتها معايا دي فلوس مزوره. ما بيكملش كلامه وبيتضرب عليه رصاص وبيسمع صوت الرصاص وهو بيتضرب عليه وبينهار اسكندر وما بيكونش مالك اعصابه وبيكون مصدوم. انا ما كنتش فاكر ان الموضوع هيوصل لكده، ما كنتش اعرف ان هم هيقتلوه. من كتر الصدمه ومش قادر يتمالك اعصابه بيدخل الحمام وبيرجع وما بقاش قادر ياخد نفسه. وبتخبط عليه سيليا وبتقول له يا اسكندر انت مالك؟ انت مالكش ذنب، هو ابنك كان طمع في موبايل وطمع في جزمه جديده وطمع في كل حاجه وكان عايز فلوس من غير تعب، واللي حصل دوت نتيجه طمعه وغباء منه مش اكتر. انت مالكش ذنب، ما تشيلش نفسك ذنبه، وانت مالكش ابن غير جسور. جسور هو ابنك وسندك. وافتكر وانت صغير لما وقعوك في الحفره واتحبست جواها مش بذكائك عرفت انك تطلع منها، يعني هو اللي حصل له دوت غباء منه، فانت مالكش ذنب وما تشيلش نفسك الذنب خالص. واسكندر بيكون مرتاح لكلامها قوي، طبطب عليه كده طبطبه كده زي ما يكون انت مرهم لجروحي. بيطلع من الحمام بعد الانهيار اللي كان بينهار ولا كأني في اي حاجه وبيشرب كاس وبينسى. وفي الوقت دوت ديفران بيحاول يتصل ببران بس مش عارف يوصل له، حاول يتصل بيه كتير وطلع على بيت اسكندر والبيت كان بيكون مفتوح وبيدخل جواه. مفاجأة ان بيلاقي بران مرمي في الارض، واول ما بيشوفه رجليه بتبتدي ترعش وبيكون خايف جراله حاجه وهو بينادي عليه وبيتمنى من ربنا ان هو يكون ما جرالهوش حاجه. واول ما بيقرب منه بيلاقيه مضروب برصاصه جوه بطنه وبيكون في انفاسه الاخيره، بيشيله وبيحاول يجري بيه على المستشفى. بس بران بيقول له يا ريتني، ويا ريتني دي بيكون ليها معاني كتير قوي. يا ريتني كنت سمعت كلامك، يا ريتني ما كنت مشيت وراه، يا ريتني كنت سمعت كلامك انت. وبيموت بران وبينهار دفران وما بيكونش قادر يستوعب ان اخوه مات وبينادي عليه بحس عالي قوي. وبيجيله اخوه التاني على صوته وهو عالي، بس دفران بيقول له ما تجيش يشوف اخونا بالمنظر ده، ما تجيش وتشوفه، حاول تطلب الاسعاف. وهو بيصرخ وبيطلعوا بيه على المسرح وبيكون دفران مش قادر يقف على رجليه وهو شايف اخوه وهو مرمي قدام عينيه وبيستلم حاجته وبيكون دي اخر مره هيشوفه فيها. مش قادر يستوعب ان ابوه هو السبب في موت اخوه وبيطلع من الاوضه اللي اخوه فيها وبيترمى على الارض وهو بيعيط مش قادر ياخد نفسه. وبتجيله اسماء وبتحاول ان هي تطبطب عليه بس هو بيكون منهار جدا وكلهم بيكونوا منهارين، وامه واخواته كلهم بيكونوا زعلانين خالص على موت بران. وبيعدي 40 يوم وبيكون دفران حابس نفسه جوه اوضه بران مش عايز يطلع منها ابدا، واي حد بيحاول يطلعه ما بيكونش عايز يطلع وبيكون مكتئب خالص. وتليفون بران بيرن لوحده زي ما كان بيعمل الاول وبيشغل اغاني لوحده. وبيحس دفران ان دي رساله من اخوه بران ان انت لازم تقف على رجليك وتجيب لي حقي وما تسيبش نفسك كده. وبيطلع وبيقابل 2 صحابه والاتنين دولت بيكونوا منصوب عليهم قبل كده من ابوه وبيكونوا عايزين ياخدوا حقهم. وبيقول لهم انا عايز كل المعلومات عن اسكندر، وبيعرفوه ان اسكندر فتح صاله قمار كبيره جدا في طرابلس وبيكون حاطط فيها كل الفلوس اللي هو جمعها. وبيقول لهم لازم ان احنا نروح المقبره ديت علشان خاطر نتعامل زي ما هو بيتعامل بالظبط ونخسره كل اللي وراه واللي قدامه. وبيكونوا اصحابه متحمسين جدا ومصممين ان هم يروحوا معاه وبيقولوا له لو احنا اتسجننا المره دي علشان خاطر احنا بنجيب حقنا فاحنا كده مبسوطين، عن العكس الاول لما كنا بنتسجن على الفاضي بسببه. وبيصمموا ان هم يروحوا معاه. وفي نفس الوقت حاكم بيجيله واحد من الرجاله بتوعه وبيعرفوا ان اسكندر فتح صاله قمار كبيره في طرابلس. وحاكم بيقول لهم خلاص ده كده هو محتاج زياره، يلا عشان خاطر نروح له. ونروح لاسكندر وفعلا بيكون فاتح صاله كبيره جدا وبيكون فيها ناس من كل حته وبيكسب منها مكاسب ضخمه. وبيجيله واحد من اللي شغالين عنده وبيجيب له كارت وبيقول له في واحد عايز يقابلك. وبيروح وبيتفاجئ ان هو حاكم وعرف مكانه يا دي النسيبه السوداء وبيقول له ايه مش هنلعب مع بعض. وبيضطر اسكندر ان هو يقعد معاه على نفس الترابيزه، والترابيزه لازم يكون اللي بيلعبوا 4 اشخاص. وبيجي جسور وبيقعد معاهم وبيكون ناقصهم واحد، والمفاجاه الواحد دوت بيكون ديفران هو اللي بيجي وبيطلب منهم ان هو يقعد معاهم. وبيكون باين ان نيته مش خير خالص من ناحيه اسكندر
وناوي إن هو يوديه في 60 داهية، يكسّروا كل اللي وراه واللي قدّامه. ما هو ذكي جدًا، وأبوه معرّفه خبايا اللعبة وعارفها كويس جدًا، واسكندر ما بيتعرّفش عليه خالص، ونظرة ضفران كلّها لاسكندر كلّها غِل وحقد، وإن هو مش ناوي يعدّيه على خير. خلاص على كده وتخلص الحلقة. لو عجبك المسلسل ما تنساش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لك مننا كل جديد. باي باي.